السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. في هذا الفيديو غادي نشوفوا تحركات اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله مع النادي ديالو الشباب في المباراة اللي لعبوها امام نادي الرياض في الجولة السابعة والعشرون من دوري روشن. اليوم عبد الرزاق حمد الله بدا كأساسي وسجل واحد من اجمل الاهداف بعد المراوغة ديالو المدافعين، وكذلك الحارس كيسجل الهدف في هذه المباراة اللي انتهت بالتعادل الايجابي هدف لمثله. كذلك في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا الهدف الرائع اللي سجل سفيان الرحيمي مع النادي ديالو العين في المباراه اللي لعبوها اليوم، وكيستعدوا الصداره بعد ما كانوا فقدوها الاسبوع الماضي. اليوم كيستعدوها بالهدف ديال سفيان الرحيمي اللي قدم مباراه رائعه وتحصل على رجل ديال المباراه. اذا نخليكم دابا اصدقائي مع هذا الفيديو، نتلاقاو ان شاء الله في الاخر. عبد الرزاق حمد الله سريعه، عبد الرزاق مر من الاول، هدف اول وحارس المرمى الساطي تعرفه كرة القدم ويعرف طريق الشباك جيدا. الليث الشباب نعم يبتسم، لكنه الى هذه اللحظة حكم المباراة يقول هل هناك خطأ؟ هدف اول للليث الشبابي، هدف اول للليث. شوف سريعة، شوف التفاهم، شوف السرعة في كرة القدم، شوف العمل الانفرادي الرائع لعبد الرزاق حمد الله، فعل كل شيء بهدف رائع. هذه عادات الساطي، هذه لمساته، هذه حركات السحرية الرائعة الجميلة يسجل من خلالها بعد ان تلاعب توزي والرياض يعود ليحافظ. المدرسة تحافظ على أسوارها من أجل البقاء، المدرسة تحافظ على أسوارها من أجل البقاء بعودة من ركلة جزاء ووضعها توزي. هدف أول للرياض، هدف التعادل، وفي هذا التوقيت وقبل النهاية شوفوا توزي خبرته وإمكانياته، راح معها مارسيلو، ما كانت القراءة هنا في الدوري. توزي يلعب الكرة عند القائم القريب عبد الرزاق حمد الله، تسديده هياها، تسديده مرة ثانية، محاولة مر ياسين، مررها عبد الرزاق، هدبة العبيد يبحث عن العرضية، محاولة تغطية يلعب الكرة على القائم، محاولة كرة العالية بالراس، محاولة هويت يحاول فيها، لا زالت عبد الرزاق تسديده لكن محاولة لكراسكو امام لاعبين، عبد الرزاق الى خارج الى ارضية الملعب. عبد الرزاق كان يفعلها بنفس الطريقة امام عدد من المدافعين، وعدت انا بقول لكم ان شوط المباراة الثاني هو خلاصة المباراة كلها، وضحت كل التفاصيل في شوط المباراة الاول. يلعب الكرة يهو الضغط الشبابي اول، محاولة عند براون، تغطية دفاعية عدت، خطيرة للشباب، خطيرة لعبد الرزاق، الهدف الثاني يضيع، الهدف بطريقة غريبة على الشبابيين. محاولة عند الأكحل، يلعب الكرة العرضية لكن التغطية الدفاعية يسيطر في محاولة لا زالت للرياض، يبحث عليه، يلعب كرة العزايزة، ضغط عليه وخطأ للأردني. نتذكر مر، هي كرة عدلي بلعبه هولندي، يلعب كرته العزايزة، يلعب كرته، حاول المرور وخطأ لعلي العزايزة، يقدم صالح أنيس يحاول. إذا سلطان هارون اللي يبدأ فيها بعض المدربين أنه يلعب كرة لكنه أشعر باقتراب الهدف، أشعر بأن الهدف اقترب تأخر، سيطر على كورته عبد الرزاق حمد الله أمام ملعوبة شبابية طويلة لكن عدت المدافع، يحاول يمر، تغطية إلى خارج، ياسين راح، مرر ياسين، تغطية دفاعية، عارفين المباراة ما ينقصها أي شيء. عبد الرزاق حمد الله عاد بكراسكو، لعبها، عدت عدلي وعدت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة زاوية، اصطدت من ياسين، كرة بالعمق تركها سريعة سلطان هارون، هويت تمريرة للرياض لكن أطول من اللازم، عدت سهلة إلى محمد الثاني، تمريرة محاولة المرور إلى ركلة زاوية،
خيبري يترك الكرة لتوزي، يلعب الكرة أمام المرمى. خطيرة هذه الكرة. فيكتور لك حل عدد أيضا موقعه، وبالتالي محاولة المرور داخل منطقة الجزاء هي وخطأ لهمام الهمام. يطالب بفيض عند كراسكو، لعب العرضية، محاولة المرور، محاولة خطيرة، وحكم المباراة يأمر بالاستمرار وسط مطالبة لاعبي فريق الرياض بخطأ. عن الانتصار، يبحث عن الثاني، يبحث عن العرضي. 3 لاعبين، مر، حافظ على كورته، محاولة سلة، تسديدة لكن توزي هياها، تسديدة، الله الله. تشعر ان كل شيء اقترب في المباراة. محاولة المرور ولمسة يد، وبطاقة صفراء. في أخطر الكرات. كراسكو، ياسين عدلي، مر، محاولة، عاد بكرة مرة ثانية. الأسمري والعالية يحاول فيها عبد الرزاق أمام لاعبين، لكن همامي يحاول يمر، يعدي همام، لكن محاولة للرياض أمام المرمى، تأخر فيها. خلاص هي كانت الأولى. شباب والرياض ما بعد 90. كراسكو تقدم، يسدد، بعيدة. لا زالت شبابية. يا بلال. الهدف يجعل شباب الأهلي في الصدارة، لكن نيانج عرضية خطيرة، الله. الزعيم يريد استعادة الصدارة هنا في معقله وملعبه. سفيان رحيمي يؤكد على ذلك، يسجل الهدف الأول. رحيمي للعين، 1 للزعيم. إنها البداية يا عيناوي، إنها البداية. شوف اللقطة، لازم بلاسيوس في الموضوع، لازم عنده لمسة في الكرة الماضية. اذا كما لاحظتوا اصدقائي، كان هذا هو تحركات اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله اللي بدا المباراه اليوم كاساسي بعد الرجوع ديالو من الاصابه. سجل واحد من اجمل الاهداف في الشوط الاول بعد المراوغه ديالو للدفاع ديال نادي الرياض. كذلك راوغ الحارس وسجل الهدف ديالو. بعدها النادي ديال الرياض كيسجل الهدف ديال التعادل عن طريق ضربة جزاء في الشوط الثاني. كان أداء لا بأس به الفريقين معا، وبالتالي كتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي، هدف لمثله. حاليا النادي ديال الشباب السعودي كيحتل المركز الثاني عشر في دوري روشن السعودي ب 30 نقطة. كذلك في هذا الفيديو شاهدنا الهدف الرائع اللي سجل سفيان رحيمي مع البداية ديال الشوط الثاني بالضبط في الدقيقة الرابعة. كذلك سفيان رحيمي ساهم في تسجيل ديال الهدف الثاني في الصناعة ديالو في هذه المباراة اللي فازوا فيها بجوج ديال الأهداف الزيرو، وبالتالي كيستعدوا بها الصدارة ديال الدوري الإماراتي بعد ما كانوا فقدوا الصدارة الأسبوع الماضي. اليوم كيسترجعوها بالفضل ديال سفيان رحيمي اللي سجل هدف وعطى اسيست، وكذلك تحصل على رجل هذه المباراة وتحصل على التنقيط ديال 8.8 حسب المؤشر ديال سوفا سكور. اذا اصدقائي، ما كنتمنى الناس اللي اول مره كيشوفوا هذه القناه تشتركوا فيها وفعلوا الزر ديال الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد ان شاء الله كنحطوه في هذه القناه. تهلاو ليا في راسكم خوتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.